السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا تجربة استخراج غاز الطبخ من السماد، من سماد البقر. أول شيء نجيب طرمبة مثل هذه. بعد ذلك هذا الغطاء نقصه ونسوي فيه اللي هو هذا الولف، ونوصله بأنبوب بهذه الطريقة. وطبعا نسوي له اللي هو سيليكون حتى الغاز ما يتسرب. بعد ذلك نحضر سماد البقر مثل ما شايفين. هذا سماد البقر، ونضيف له كمية من الماء. بعد ما نضيف الماء نخلط الماء مع السماد. طبعا يفضل يكون سماد حديث. بعد ذلك نقوم بصبه في داخل هذه القنينة أو الطرمبة. بعد ما وضعنا السماد داخل، طبعا نخلط السماد مع الماء زي مثل ما شايفين. هذه الكمية موجودة. طبعا ما نترسه كامل، نبقي كذا مسافة للغاز المتصاعد. بعد ذلك نقوم بغلق نغلق اللي هو هذا الغطاء طرمبة، وننتظره لمدة 20 يوم. بعد وضع السماد داخل طرمبة مثل ما شايفين، الحمد لله نجحت التجربة. وهذا الغاز الآن يشتعل مثل ما شايفين، يشتعل الغاز. بإمكاننا نستخدم اللي هو هذا الغاز للطبخ أو أي استخدام آخر. طبعا حبيت أذكر أن الدفعة الأولى أو المرة الأولى بعد امتلاء اللي هو طرمبة بالغازات، المرة الأولى ما نجحت. يعني شبيت الغاز لكن للأسف الغاز ما اشتعل. فرغت الغازات كامل أو الهواء كامل من داخل الطرمبة، وسكرت اللي هو الولف هذا. وبعد تقريبا أسبوع من التجربة الأولى اشتعل الغاز.